السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. عاجل جدا، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن بيان عاجل للجماهير الجزائرية. ولكن قبل الدخول في التفاصيل نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. تعرض الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني الجزائري محمد فارسي لخيبة أمل كبيرة بشأن المباراة المقبلة أمام منتخب الطوغو، وسيغيب المدافع فارسي عن مباراة منتخب الجزائر ومضيفه منتخب الطوغو والمقررة في الجولة الرابعة من تصفيات نهائيات منافسة كأس إفريقيا. وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان على موقعها الرسمي ومنشورات حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي خبر غياب فارسي عن المواجهة المقبلة للخضر. وقال الاتحاد الجزائري في بيانه أنه تم إعفاء فارسي من لقاء الطوغو بعد تعرضه لإصابة في الحصة التدريبية التي خاضها مع بقية رفقائه صباحة أمس الجمعة.